مبروك للأهلي. بصراحة مباراة مرعبة، مباراة فنياتها عالية جدا. بس الأهلي قدر يخلص بضربات الجزاء. مباراة كانت ممتعة بصراحة. فيها كل حاجة يعني، ما عدا الجوان. لكن فيها كم فرص كبير كان ضايع بين الفرقتين، ودي حاجة غريبة يعني. الأهلي كان في الشوط الأول كان أكتر استحواذ، وكان هو الأفضل وكان هو الأحسن، وكورتين في القائم وانفرادين، انفراد لحسين الشحات أنا معرفش ضيعها إزاي، وكرة برضو بتاعت وسام أبو علي. فكورتين كانوا بصراحة كان ممكن يعني الأهلي يطلع بتلاتة أربعة بنتيجة تقيلة في الشوط الأول يعني. بس ربنا ستر يعني، والنتيجة مشيت 0-0 لغاية آخر ربع ساعة، لغاية ما عدل في التشكيل، جوميز عدل في التشكيل. وزي ما أنا قلت امبارح كان المفروض إن هو يبتدي بشحاتة وجنبه عبد الله السعيد ويحط زياد كمال على الاحتياطي. لكن هو ابتدى بالاتنين ضد بزياد كمال ومحمد شحاتة، اتنين ديفندرات. دي اللي أفقدته الاستحواذ، ولعب عبد الله السعيد 10 وناصر ماهر جناح، على أساس يعني إن يخلي مشلاك كورقة في الشوط التاني يقدر ينزل بيه. بس ما يعني هي ضيعت منه الاستحواذ. هو معذور يعني، برضو ما كانش عنده حلول فردية على الاحتياطي يعني تقدر تساعده في الماتش، خصوصا الماتش ممكن لو كان انتهى يعني الفرقتين اتعادلوا، كان في شوط تالت وشوط رابع، وده اللي حصل فعلا. فانت خلاص انت مضطر ان انت تكمل الماتش باللعيبه اللي معاك، ما عندكش حلول. على عكس الاهلي يعني، انا حسيت ان الزمالك كان بيلعب مثلا فرقه في الشوط الاول، وفرقه تانية في الشوط التاني، وفرقه تالتة في الشوط التالت والرابع. يعني الراجل عمل تغييرات، نزل بمجدي قفشه ورضا سليم، وبعدين في اخر الماتش نزل بيرسي تاو وعمر كمال. فرقة تانية خالص يعني، في حلول كتيرة يعني. كان المفروض الأهلي يخلص في الماتش ده بصراحة يعني، بالحلول الفردية اللي عنده دي. لكن أو النتيجة انتهت 0-0 ولجأوا لضربات الجزاء. لكن كم فرص بصراحة ضايع يعني. أنا مستغرب أكتر من فرصة للزمالك كان ممكن يخطف الزمالك ويخلص الماتش يعني، ويريح جماهيره. بالنسبة للأهلي نفس القصة يعني، برضو ضيع فرص رهيبة. نجوم اللقاء من وجهة نظري تلات لعيبة بصراحة يعني. محمد عواد والشناوي وحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد هو طول الماتش كان كويس، بس كان في كام فاول اللي عمله على ال 18 دول يعني، الفاولين اللي عملهم آه، يعني برضو دي اخطاء. مفروض يعني خلاص انت المفروض بقيت لعيب خبره يعني، ما ينفعش ان انت تعمل حاجه زي كده على ال 18، خصوصا مع فرقه تقيله زي الاهلي يعني، ممكن تخلص من كور ثابته. وفعلا جه منها يعني الكورتين كانوا جم في العارضه، كانوا ممكن يخلصوا الماتش. آه، بالنسبة للأهلي بصراحة هو الأهلي على قد ما كان فنيا كويس، بس يعني أنا شايف إن هو محتاج إن عنده مشكلة بدنية يعني، البدني بتاعهم وقع. يعني دي حاجة غريبة يعني. ومفروض برضو ان هما كانوا يعني يبقى في تركيز اكتر من كده، خصوصا في الفرص الضايعه. انت عندك ماتش الاسبوع الجاي، ماتش قوي جدا مع العين يعني، انت هتلعب في استاد القاهره قدام الجماهير، قدام جماهيرك، فلازم كان يعني يبقى في تركيز اكتر من كده يعني. الماتش ده هيبقى صعب جدا يعني، بس اتمنى ان شاء الله الاهلي هيكسب. كده كده هو لما بيتحط في المواقف اللي زي دي هو بيكسب يعني، وان شاء الله هيكسب ويعدي الماتش دوت يعني ان شاء الله على خير. لكن بالنسبه للزمالك انا زي ما قلت التشكيل في الاول ما ادكش الاستحواذ، وانا افضل طريقه انك تكسب بيها الاهلي هي لازم يكون انت معاك استحواذ، لازم ما تديلوش فرصه ان هو يضغط عليك وان هو ياخد الكره منك. ده اللي حصل في الشوط الاول، بس هو قدر يلمي نفسه في الشوط يعني في اخر الشوط، اخر 10 دقايق كانت في الشوط، كانت يعني تقريبا الاستحواذ كان مع الزمالك.
في الشوط التاني مجهود عالي في اللعيبه متاثره باللي حصل طبعا في المعسكر وكده. فبرضه الاداء ما كانش اقوى، ما كانش فيه تركيز قدام الجون يعني. كان ممكن نخطف كذا كوره، كذا كوره كان ممكن نخطف بيها الماتش وخلاص. خصوصا كوره زيزو جزيري في اخر يعني في الدقيقه 84 دي كانت خلاص، كانت ممكن تخلص يعني. كوره جون وترجع تقفل، شكرا. لكن بس زي ما انا قلت برضو اللي هي ما عندكش العناصر اللي بره اللي يعني تريحك توفر لك يعني. انت كل تغييراتك كانت اجباري على اماكن معينه، وبتلعب بتكمل بنفس اللعيبه اللي انت بتلعب بيهم يعني. ضربات الجزاء لاحظت ان الاهلي كان يعني متدرب عليها كويس، او ما اكيد كانوا عاملين حسابهم يعني ان هم لو يوصلوا للمرحله ديت مش عايزين يتحطوا في نفس الموقف اللي اتحطوا فيه قبل كده في السوبر، في ماتش السوبر الافريقي. فهم شاطوا يعني بصراحة، هم الفرقتين شاطوا كويس. بس هي الفكرة كلها في ان المسلوسي مثلا لما ضيع، انا شفت ان فيها سنة استهتار شوية يعني، الكرة ضعيفة يعني عشان كده اتصدت. وكرة شيكابالا دي انا ما اعرفش يعني، مش عارف هل هو كان عايز يخش ياخد اللقطة فيشوط الكرة ديت عشان يفنش، ولا هو كان ترتيبه. انا يعني دي ما اعرفهاش بصراحه يعني. بس اللي انا اعرفه ان شيكابالا ما بيعرفش يشوط ضربات جزاء يعني. هو 20 سنه ما بيشوطش، ما بيعرفش يشوط ضربات جزاء يعني. فكان الاولى ان كان اي حد تاني يخش يخلص الكره ديت، كانت هتفنش الماتش للزمالك يعني. ما اعرفش ليه شيكابالا دخل في التوقيت ده، كنت تخليه للاخر يعني. خصوصا ان هو يعني في ضربات الجزاء مش قوي. عواد والشناوي كانوا مركزين جدا بصراحة، هم نجوم اللقاء خصوصا في ضربات الجزاء يعني. بصراحة عواد شال كورتين، والشناوي شال كورتين، عملوا اللي عليهم بصراحة يعني. كان هنا أو هنا لا لا يعني ما كانش يلاموا. فكان بس هارد لك لعواد ومبروك للشناوي، لأن الشناوي بصراحة كان مركز، وعواد كان مركز برضو يعني. بس كان الشناوي هو خلاص الاهلي هو اللي كسب. فطبعا مبروك للاهلي، ومبروك لجماهير الاهلي السوبر المصري. كنت اتمنى ان الزمالك يكسب. لكن مباراة ممتعة فنيا، فيها كل حاجة. وبصراحة برضو لازم اقول حاجة في التحكيم. يعني انا دي افضل مباراة انا شفتها تحكيميا بالنسبة لحكم مصري بيحكم ماتش أهلي وزمالك وأجنبي برضه. لأن يعني حسيت أمين عمر النهارده كان مركز أوي في الماتش، مركز أوي مع الكور، التفاصيل الصغيرة بتاعت الفاولات. الكرة الجون بتاع الزمالك هي أوفسايد يعني، هي صعبة جدا. بس هي أوفسايد يعني. هي فيها تحس إن سيف الجزيري سابق بحاجة بسيطة يعني. هيبقى فيها جدل، هيبقى فيها شك. بس هي يعني من وجهة نظري هي اوفسايد بصراحة يعني. غير كده كان ماتش فنيات كويسة جدا، فنياته عالية باستثناء ضياع الفرص. آه، لكن فنيا الماتش كان كويس، كان فيه تكتيك عالي، كان فيه استحواذ من الفرقتين وخصوصا الاهلي. ودي انا اتفاجئت بيها بصراحة. كنت متوقع شوية الاستحواذ شوية للاهلي للزمالك، لكن الاهلي فاجئني بصراحه. بس السكواد بتاعه سكواد محترم يعني، ده يساعده على ان هو يستحوذ على الكرة وكده. مع انه ده مش فكر الراجل، مش فكر كولر يعني، ان هو دايما كان بيسيب الاستحواذ. بس هو اتعلم من الدرس يعني. انا احب السويسريين بالذات لان هم يعني فكرهم بيبقوا شغال، بيتعلموا بسرعه جدا على عكس اي مدرسه تانية يعني. فمبروك للأهلي وهارد لك للزمالك، وإن شاء الله بالتوفيق للأهلي في ماتش العين. إن شاء الله يكسب ويصعد البطولة، واللي جاي أحسن إن شاء الله.